فيديو النهارده بقى كان حماس البنات. انا بصراحة كنت مسجلة صوت وكده على الفيديو والبنات بتكلمهم، بس لقيته هيبقى دوشة قوي لان احنا على الطريق، جنبنا بحر بقى والهوا وايه، وجنبنا من الجنب التاني طريق طول النهار عربيات وبيب بيب بيب، مش عارفة اصور خالص هناك. بصراحة احنا بقالنا حوالي 10 ايام هناك، عملنا حاجات كتير. بدأنا ان احنا نعمل باترون، وما شاء الله البنات بيعملوا على السبورة اهوت. اللي حابه بتعمل على السبوره وتوري البنات، يعني كذا واحده كانت عايزه تراجع على الباترون، فواحده بقى اتبرعت ان هي تقوم ترسمه، وان انا اكون واقفه وبصحح لها الغلط اللي هي بتعمله. دي اميره. اميره دي من ميت علي، دي على طريق ميت فارس. ما شاء الله، يعني بتجيلنا بتركب مواصلتين عشان تيجي تعلم الخياطه. فلو انت في الدقهليه، احنا مكاننا هقولهولك بالظبط في قلب الفيديو، ومحتاجين ايه وايه الطلبات اللي احنا محتاجينها. بنحب تواجدك معانا جدا. احنا للاسف وبقول للاسف لان بصراحة في النقيطة ما لقناش عدد كافي ان احنا يجيلنا. احنا متواجدين كل يوم من الساعة 9 للساعة 12، وهي دي دورة الخياطة. وفي دورة كهرباء بتبدأ من الساعة 12 لحد الساعة 1:30 الظهر. بتبقى كويسة جدا لو انت بتتعلمي الكهرباء. اه حاجة عندك باظت في البيت، حاجة عندك عايزة تصلحيها، عايزة تركبي فيشة، عايزة تركبي لمبة، الحاجات دي كلها بتبقى كويسة جدا. فاحنا والله العظيم العربية ديت فيها مميزات كتير، مش عشان انا واحده بدرب فيها، لا بجد والله. بتتعرفي تقعدي على المكان. يعني النهارده كده كان جمع من كله. يعني كانت واحده بترسم باترون، في بنات كان بيرسموا التخطيط دوت اللي هو بيعملوا مخدات وبيعملوا الاشكال بقى، وبتعلموا الغرز كلها، وانا كنت واقفه معاهم. في واحده مثلا اللي كانت واقفه تصور اميره وهي بتشرح الباترون، كانت عايزه تعيد على شرحه. هي حضرت معايا ديت اللي هي الحاجات اللي هي اليدوية ديت. واحدة تانية كانت عايزة تتعلم قعدة المكنة، فقعدت تتعلم عليها. يعني كل واحدة النهاردة كانت بتعمل الحاجة اللي هي عايزاها أو اللي هي عايزة تركز فيها. الشرح كله، أول ما أنا جيت كنت أنا بشرح اللي هو المربعات الصغيرة ديت وازاي تعمليها، والمخدة بتاخد قد ايه، والكلام ده كله ان شاء الله هبقى اعمل لكم فيديو كده بيني وبينكم كده، ان كل مخدة المقاسات بتاعتها وتشتغل ازاي وكده. تمام كده. هي بقى أميرة كانت بتشرح لهم هي بتعمل ايه وبتقول لي إيه، انا كده ماشية صح ولا لا. على فكرة البحر باين على السبورة اهو. لو انتوا خدتوا بالكم انا اصوره لكم دلوقتي واوريه لكم. بس بصراحة الصوت كان مزعج جدا، تلاكسات وكده. هبقى اسيب لكم حتة في الجزئية ديت تسمعوا الصوت والدوشة اللي موجودة قد ايه. بجد الصوت صعب قوي. هسيب لكم الجزئية اللي جاية دي بالصوت. بصوا لما ناخد من هنا 8 عندنا 8 لان لو اخدناها من هنا 8 وهنا 7 هنا عندك 20 ماشي. وبعدين نقوم ما ناخدهاش كده على طول بقى، نقوم واخدينها نقيس 8 من اول الزاويه. على فكرة أنا موطية الصوت جدا، لأن والله أنا لو سبت لكم الصوت على وضعه هيجيلكوا صداع. بصراحة الصوت صعب جدا. طلبنا من اللي هم واخديننا أو من الأبلة أمل، اللي هي كانت مرشحة لنا المكان دوت، إن هي تغير لنا المكان، لأن بصراحة عما بخلص شرح وكده مفيش صوت طبعا ليا، لاني خلاص انا من الزعيق ومن شدة الاعصاب بتاعه التزمير بقى والعربيات وكده. وبصراحة يعني مفيش اقبال خالص، فالواحد يعني مش في احسن حالاته. انا بحب ان الناس تبقى كتير والمجموعة تبقى كتير. بيبقى عاطي كده بيبقى عاطي كده حماس كده ان انت تشتغلي اصلا. فيا ريت لو اي حد من المنصورة، من النقيطة، من سندوب، من اجا، من متغمر، والله العظيم العربية دي مفيدة جدا. المشكلة اللي انا بقابلها من يوم ما اشتغلت اصلا في وحدة التدريب ديت، ان انا اخر 3 4 ايام تلاقي البنات جايين ويقول لك والله احنا ما نسمع عنها، والله احنا ما نعرف عنها. طب وانا ذنب ايه يا جماعة؟ عايزين ناس، احنا عايزين ناس. لان بصراحة الامكانيات للعربيه دي كويسه جدا. بتعلم السباكه وبتعلم الكهرباء، وعاد ما شاء الله ما شاء الله الاستاذ بتاع الكهرباء موجود على طول. يعني انت هيديكوا كل يوم كهرباء لو انت عايزه.
واحنا برضو في الحتة دي احنا ما بنضغطش على حد. يعني المجموعة دي اللي حابب فيها ان هو يتعلم الخياطة اهلا وسهلا، عايزة جاي عشان الكهرباء بس برضو اهلا وسهلا. احنا بنعلمك الحاجات اللي انت عايزاها، ما بنغصبش على حد ولا بنفرض على حد ان هو يجي كل يوم. واحدة تيجي مثلا تقولك انا هاجي يومين وفي الاسبوع مثلا، او تيجي 3، اهلا وسهلا باي حد يجي او يكون متواجد معانا. احنا بنرحب بالحضور وبنرحب باللي عايزين برضو يحضروا. وكل واحدة يعني زي ما احنا اتفقنا، واحدة كانت جاية وعايزة تشرح وعايزة انا اشرح لها الباترون، قلت لها لا، واحدة بقى تقوم تشرح الباترون وتعمل وتعمل ان هي بقى ايه، ان الحاجة اللي تشرحها والحاجة اللي تقف عليها انا هعيدها عليه. ومنها اللي جاية جديد تستفيد، ومنها اللي كانت بتشرحه ديت وقع منها كذا نقطة انا حاولت ان انا اصلحهم لها، والحمد لله فهمته جدا. وعلى فكرة ما كانتش متوقعة ان هي تفهمه خلال الشهر. انا كنت بقول لها دلوقتي ان انت الخط اللي انت بتنزليه ده لازم يكون خط مستقيم. قعدت اشرح لها طبعا ما فهمتش خالص، فاضطريت ان انا اروح لها وافهمه لها. في دي برضو انا زعقت لها، قلت لها ارسميه من تحت وامسحي اللي في الخط اللي في النص ده خالص. لان هي بتعمله جزئيتين، انت بتعملي جزئيتين ليه؟ وعلى فكرة عملته في نفس الكراسة ده، وما عملته كله اتلخبطت فيه برضو. قلت لها امسحيه، هي هتمسحها هي. كنت انا بزعق لها اصلا في الوقت دهوت ان هي انت ليه بتعملي خطين؟ اعملي الكراسة كلها او نصها. شوفوا بقى احنا واقفين على طريق، كل بقى العربيات اللي هي اللي محملة والكلام ده كله بيقف في المنطقة ديت، عشان قدامنا مطاعم وقدامنا محلات وحاجات من دي، فبيقفوا على الطريق. فكل ده عامل ازعاج لنا. وبصراحة الصداع وتلكسات وكده طول النهار، يعني الوقت الشغل بتاعنا، فبصراحة مش احسن حاجة المكان دوت. فان شاء الله الايام اللي جاية يتغير باذن الله. نقول بقى المكان فين. المكان بتاعنا احنا متواجدين في النقيطة. بتركبي لها منين؟ بتركبي لو انت في جديلة بتركبي من جديلة، تركبي صندوق، ومن صندوق بتنزلي الاخر معاه وبتعدي شريط القطر وبتركبي من هناك النقيطة. سهلة وبسيطة، مفيش فيها اي حاجة خالص. لو انتي من طريق اجا بتيجي صندوق وبتنزلي المحطة اللي قبل الاخرانية. يعني النقيطة ديت يدوبكشي من صندوق لحد نقيطة حوالي يجي 4 دقايق بالعربية، مش كتير يعني ولا حاجة، او 5 دقايق. فالطريق كويس وسهل وكل حاجة، محتاجين بس وجودك معانا. وزي ما قلت لك هوريك العربيه كده والايه واحنا واقفين فين على قلب الطريق. احنا واقفين على الطريق وعلى طول على الكوبري بتاع نقيط. خدنا ايه بقى؟ احنا بدأنا بالباترون اول 3 ايام، ازاي تلضموا المكنه وتقعدي عليها وكده. ده في 3 يوم بإني او حاجه. خدنا الاسوره، خدنا السياله، خدنا المرد الشق، المرد المنفصل المتصل، خدنا الياقه، خدنا الغرز. ان شاء الله باذن الله اذا عشنا يوم الخميس بكره هناخد لو كنت بقى بتشوف الفيديو الخميس او الجمعه، احنا ان شاء الله هناخد يوم الخميس هناخد الملايه الكبيره والصغير. انا شرحت الملايه النهارده سريعا كده. الملايه الكبيره كروكر كده صغير، وان شاء الله هنقص ملايه بكره باذن الله. فانا مش عارفه اصور لكم خالص عشان زي ما قلت لكم احنا على الطريق والصداع وكده، فالصوت بيبقى دوشه زي ما انتم سمعتم في الفيديو. بشكرك جدا لو وصلت بالفيديو لحد هنا، وما تنسيش تحط لايك وتشترك في القناه وتفعلي زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو تتفرجي عليه. ان شاء الله ربنا يقدرني كده واعمل لكم السياله والمرد والكلام ده كله على القناه، لان كل ما بعمله اللي يحصل فيه لخبطه او كده، او اللي تصور ما تكونش ظابطه زاويه الكاميرا. فان شاء الله باذن الله هصور لكم فيديوهات سواء في النقيطه او في البلد اللي هي تكون متواجده فيها. لو انت بقى محتاجه العربيه ديت وعايزه تقدمي عليها، انت بتقدمي لي طلب، بتكتبي لي رقمك، واحنا اي مكان في الدقهليه بنروحه، اي مكان في الدقهليه بنروحه. بس بيشترط على اللي بياخد العربيه ان هو بيبقى مش متكفل بقى قولي معايا، لا قلت قولوا معايا ايه
ان هو يبقى متكفل بان هي يبقى حارسها او يكون في مكان امن، يعني ما تكونش مثلا في حتة في عند اراضي زراعية ولا الكلام دوت، يكون في مكان حواليه سكان عشان بس الامان للعربية، عشان المكان اللي متواجد فيها. يا رب يكون الفيديو عجبكم. اسفة جدا على تأخيرات الفيديوهات، بس زي ما انتوا عارفين الدوشة اللي جنب العربية. ولو عايزة تقدمي بقى بصورتين البطاقة بس، ده اللي محتاجينه، ومحتاجين وجودك من الساعة 9 الصبح للساعة 12. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويشوفوا بقى مكان البحر اهوت، هوريهولكم من الاتجاه التاني، واوريكم اللي احنا على الطريق على طول، واوريكم العربيات بجد ازعاج اخر ازعاج. ما شاء الله بقى لما يكون الدنيا بتشتي بقى ويكون الهواء، احنا بنطير في قلب العربية شمال ويمين. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم فيديو جديد، والسلام.